السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمله حلة في 10 دقايق. كل سنة وانتم طيبين. رمضان دخل علينا وتنفع جدا لرمضان. معايا كده طاسة حطيت عليها كوباية من المية، يعني رشة بسيطة من القرفة، معلقة من السكر، رشة بسيطة من الملح، ومعلقتين من الزيت. هرفعهم على النار، واول ما كده المية تبدأ تغلي، انا مش عايزة يعني المية تغلي والبخار يطلع، انا عايزة بس اول ما تبقبق كده وتطلع فقاقيع انزل عليها بكوباية من الدقيق. وطبعا احنا هنكون محضرين الشربات بتاعنا، بس انا عندي الشربات بتاعي جاهز حاطاه في التلاجة. لكن الشربات كوباية مية على كوباية سكر وعصرة ليمونة، ونسيبوه يغلي حوالي 8 دقايق كده، الشربات بتاعنا يبقى جاهز ولازم يكون بارد. بعد كده بقى اول ما تغلي كده الميه زي ما انتم شايفين هنزل عليهم بالدقيق، ولازم طبعا يعني نخلط بسرعه ونعملها، يعني نختفي الدقيق خالص من في الطاسه زي ما انتم شايفين كده. بصوا سهله وبسيطه جدا. هي تحسوا ان هي معجنه معاكم شويه، ممكن تنزلوا عليها بمعلقه من الدقيق، مفيش مشكله. اول بقى لما تبرد شويه كده وايديك تستحمل الحراره بتاعه العجينه، نبدا نعجنها لحد ما تنعم خالص العجينه. بصوا سهله وبسيطه، والله ما هتاخد في ايديكم اكتر من 10 دقايق. هقسمها بقى نصين كده، وهعملها بقى رول طويل، الاتنين قد بعض. سهله وبسيطه خالص يا جماعه. وهبدا بقى اقطعها كده مكعبات صغيره مقاسات بعض، عشان تبقى شكلها كده تبقى حلوه ومتناسقه كده في الطبق. زي ما انتم شايفين حاجه بسيطه وسهله. اجيب بقى الشوكه بتاعتنا وابدا بقى اعملها من هنا شويه. معلش يا جماعه والله انا بصور بايد واحده فمش مالكه خالص. هعملها زي الفيونكه، سهله جدا من هنا، وهلفها الناحيه التانية واعمل نفس الموضوع من الشوكه. بقت شبه الفيونكه خلاص. بصوا، وكمان كوبايه دي بصوا طلعت كميه قد ايه. انتوا كمان لو عايزينها اصغر من كده هتطلع كميه اكتر من كده، وممكن طبعا تزودوا المقادير براحتكم. سهله جدا وبسيطه. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. بصوا تحفه يا جماعه. اجيب بقى طاسه على النار واسيب بقى الزيت يسخن. مش عايزاه يغلي يا جماعه، انا عايزه الزيت يسخن، وعلى نار متوسطه، وابدا انزل الحلقه بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. انا عايزه يعني ايه ياخد لون ويستوي من جوه، لكن انت لو عليته النار حتى هتاخد لون من بره وهيبقى ني من جوه. وطبعا بقى ابدا اقلب فيها لما تتشمع من تحت، ابدا اقلب فيها يمين وشمال لحد ما تاخد اللون المناسب اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا سهله وبسيطه يا جماعه، ما فيش بجد، هي بس عشان التصوير اخد وقت، لكن هي والله مش هتاخد منكم 10 دقايق. او ما بتاخد اللون اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفين كده، اخدها بقى من على النار من الزيت كده، احطها على طول في الشربات. بصوا بقى الجمال، هشه وتحفه يا جماعه ومقرمشه وطريه من جوه. بصوا، بصوا عامله ازاي، تحفه بغشه بجد يا جماعه. ايه رايكم في الجمال؟ كل سنه وانتم طيبين. اعملوها بقى في رمضان وادعوا لي دعوه حلوه، يا رب الوصفه تعجبكم.